يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى جايه لكم فيديو حلو قوي. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتش في القناه تشتركوا وتتابعوني على صفحه الفيديو عيله سيما. ويلا يا حبايبي هنشوف هنعمل ايه. أنا معايا بطاطستين، ده أنا هعمل بطاطس الجمبري الترند على الفيسبوك، وعايزين بقى نشوفها يا ترى تستحق الضجة دي وتبقى فعلا زي ما بيقولوا حلوة ولا أي كلام. تعالوا بقى نجرب. معانا بطاطستين هنقشرهم اهوت. انا ممكن اقشرهم بالمقشرة بس لا مش مهم، بالسكينة اسرع. وعلى فكرة مش بطلع اللحمة على طول يعني. يلا بقى راح اغسل البطاطس وجايه لكم. غسلتها وتعالوا بقى نقطعها اهو. متعودة انا اقطع على ايدي، مش مهم. ايوه نقطعها بقى، بصوا ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي، كل معقول. شايفين؟ لايك بقى للبطاطس. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشجعوني وتعملوا شير لاصحابكم. ايوه خلاص هنبدا بقى نخرط البطاطسايه التانية. ويلا بقى هنشوف هنعمل ايه اهو، نفس ما عملنا. سهله وجميله وحلوه على فكره، جميله جدا. يعني تعمليها للاولاد تغيير بقى، بدل تبقى بطاطس محمره لا نقول لهم بقى بطريقه الجمبري. إيه تبقى جميله كده وطعمها حلو وجديده. خلاص هنبدأ بقى ناخد البطاطس ديت ويلا نغسلها تاني. انا بحب اغسلها كل شوية يعني. احطها في مية واحط معلقة ملح. احلى حاجة بقى البطاطس، ما بيقولك فيه بيقولك ده لازم تتسلق او لازم تتحمر. لما تحمرها نص تحميرة بتحس انها بتزفلط مع التتبيلة اللي انت هتعمليها. طب هنعمل ايه؟ احنا هنسلقها نص سلقة. تمام. هنحط في الملح، هنحط بقى البطاطس في المية عشان تتسلق نص سلقة وبعدين نطلعها كده احلى واحسن. نقلب بقى البطاطس ونبدا بقى نسيبها تغلي شويه. نص سلقه خلاص خدت نص سلقه اهي. نبدا بقى نطلعها. شايفين معانا مكعبات تلج هننزلها في الطبق وهنحط عليها شويه ميه عشان نبدا ايه نطلع البطاطس نحطها في الميه التلج عشان تاخد صدمه. خلاص طلعنا بقى البطاطس. يلا بقى تعالوا بقى نطلع البطاطس ونحطها في الحمام البارد. شايفين؟ متنسوش بقى تعملوا لايك وتشجعوني على صفحة البيج عيلة سيما وتابعوني بقى هناك. يلا وعايزاكم بقى ايه لايكات كتير بقى للفيديو ده. شايفين؟ طلعنا البطاطس وحطيناها في المية الباردة. تعالوا بقى نعمل التتبيلة. اهي البطاطس اهي هنقلبها كويس ونسيبها على جنب كده. وتعالوا بقى نعمل التتبيلة. التتبيلة عبارة عن ايه؟ كوبايتين دقيق اهم حاجة. التوابل بتاعتنا عبارة عن معلقتين كركم، شطة، توم باودر، بصل باودر، معلقتين نشا كبار، كمون، مردة فورية. وهنقلب كل الكلام دوت مع الدقيق. وبعدين هننزل بالمية تدريجيا، ولا عايزاها تقيلة قوي ولا عايزاها خفيفة قوي. خلاص قلبنا التوابل وحطينا ملح. هنقلب كل المكونات الجميلة دي. انا مرضيش هكتر في الملح كتير عشان احنا حاطين مرق دجاج فوريه. هنقلب. خدنا من ميه البطاطس اللي انا سلقت بيها، يعني ازود منها عادي يعني مش هيحصل حاجه، بالعكس طعم واو. حطيت توابل السمك، مش هي بطاطس بالجمبري. حطينا معلقتين توابل السمك. خلاص قلبنا كل الكلام الحلو دوت. ونبدا بقى نحط البطاطس بتاعتنا في التتبيله الجميله دي. نزلنا بيها في التتبيله، نقعدها دقيقتين او 3 دقايق على حسب ما انت تقعدي. هي مش بايه يعني عشان يعني تاخد من التتبيله تبقى طعمها حلو كده. خلاص سيبناها بقى في التتبيله الجميله دي. شايفينها صفرة عشان بنحط لها كركم. في ناس بقى بتحط لها زعفران، بس الزعفران يعني معدي وكده. وبس احنا في ناس بتحط لها زعفران بس هو يعني السعر معدي. احنا بقى حطينا ايه كركم. كركم بيديلها لون الصفار ده.
دلوقتي نزين البطاطس، مش هننزل بالكتير يعني عشان ايه البطاطس ما تمسكش في بعض وكده. واهم حاجه تنضفي الزيت عشان البتاع ده ما يحرقش والدنيا تتحرق وتبقى مش لطيفه. خلاص نزلنا بالبطاطس، نسيبها بقى تتحمر. شايفين اهو انا بوريكم. متنسوش بقى تعملوا لايك. خلاص بدت احمرت اهي. تعالوا بقى نشيلها. صوتها القرمشه فيها خطيره خطيره خطيره. يا ريتني كنت فتحت لكم الصوت عشان تسمعوا القرمشه. جايبه لاخر الدنيا. الناس بتقول لي ايه يا بنتي ده، ايه القرمشه الفظيعه دي؟ اقول لهم ده البطاطس المحمره بطاطس الجمبري. شايفين؟ هنحط بقى الكميه التانية. احنا بنحط على كميات عشان ما البطاطس ما تمسكش في بعضها وتلزق وتبقى شكلها مش لطيف. اهو التتبيله روعه وجميله وريحتها حلوه جدا 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 جدا. بضطر ان هضطر دلوقتي بقى اما العيال خلصوا البطاطس هبدا اعمل تاني واحطها في التتبيله تاني وهعملها. العيال عجبتهم جدا البطاطس. تعالوا بقى نحط الكميه التانية. خلاص احنا بنحط الكميه، هنطلع الكميه التانية. وتعالوا بقى نشوف الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها دي. البطاطس الجمبري دي فعلا طلعت روعه روعه روعه. لا فعلا جميله. تعالوا بقى نحطها بقى في المصفى. اهم حاجه تحطيها في مصفى عشان تصفي كل زيت، ما تحطهاش على المناديل عشان ما تهويش بقى وكده. خلاص نعمل بقى الكميه دي مع نفسنا ونجيلكم بقى. اهم حاجه ننضف الزيت عشان ما يبقاش الزيت مش نضيف، وكمان البتاع ما تحرقش. ننزل بقى بالكميه التالتة. احنا عاملينها على دفعات عشان البطاطس ما تلزقش. شايفين شكل البطاطس المحمرة؟ يا لهوي خطيرة. شايفين الجمال؟ تعالوا بقى نشوف الجمال. سامعين صوت القرمشة؟ يا ريتني كنت فتحت لكم الصوت عشان تسمعوا. شايفين الجمال والطعامة؟ لا والتقديم يا خرابي، ومقرمشة من بره وطرية من جوه. حاجة كده تحفة تحفة والطعم خيال. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو مشتركتوش، وتابعونا على صفحة البيج عيلة سيما، وتعملوا لايك للفيديو دوت اما حاجه، وتعملوا شير وكتروا الشير واللايكات بقى، ورشين عليها رشه ملح بقى بسيطه. يا سلام يا سلام يا سلام. دي بقى لو السندوتش جنبها كده وكاتشب. بوريكم الصوت والله قرمشه. يا ريتني كنت فتحت لكم الصوت كنت سمعتوا القرمشه. خطيره خطيره. جربوها مش هتندموا، طعمها تحفه. باي باي. لايكات بقى لايكات. باي باي. واستنوني بقى الفيديو اللي جاي. مع السلامه.